هلو اخباركم ايه؟ يا رب دايما تكونوا بالف خير. طاجن الفريك باللحمه حاجه كده عظمه ما حصلتش. حاجه كده من ايام زمان بقالنا كتير ما عملناهاش. يلا بينا بسرعه بسرعه نبدا بسم الله ونعمل احلى طاجن فريك مع بعض. اول حاجه علشان نعمل الفريك لازم نختار نوع فريك كويس. ممكن تجيبي عادي السايب من العطار، لكن صدقوني بيكون في بعض الاوقات الحصى اللي بتبقى مش باينه من لان لونها نفس لون الفريك، فممكن تسبب طبعا كارثة كبيرة للي بياكل. ففي الحالة دي لازم نختار الفريك او البرغل، لو هنستخدم ده او ده يكون نوع كويس جدا. تقدروا تستخدموا اي نوع مغلف انتوا متعودين عليه، لكن انا بحب استخدم الضحى. الضحى من المنتجات الحلوة جدا جدا في الحبوب وفي اي حاجة الحقيقة، فبحب استخدمه علشان اضمن اي كوارث تحصل لا قدر الله من الفريك زي ما قلنا قبل كده. تمام. جبت كيس الضحى بالشكل ده، يا دوبك غسلته حطيته في بولة وغسلته وهنقعه بمية سخنة حوالي نص ساعة مش اكتر من كده. تمام. مية مغلية كمان بيبقى احلى كتير. نص ساعة وبعد كده هنكمل فيه شغل على طول. بسم الله. هنجيب معانا حلة هنحط فيها سمن وبسيط كده من الزيت وفص من السكة يسيح، وعلى طول انزل بمكعبات اللحمة. هديها تشويحة وصدمة كده. مجرد ما يغير لونها هبدأ اقلبها على الناحية التانية. مش هقلبها خالص لغايه ما يغير لونها، وبعد كده ابدا اقلبها زي ما شفتوا كده معانا. لونها كده خلاص بدا يلون. شايفين بقت قمر ازاي؟ كده تمام جدا. ببدا بقى اجيب كل كميه اللحمه اللي اديناها تشويحه وصدمه على كل جانب، انقلها في طبق جنبي، وهقول لكم حالا هعمل ايه في باقي الصوص اللي نازل من اللحم. على نفس ذات النار العاليه هبدا بعد كده ننزل بمعلقتين من الصلصه، اديها تشويحه في الصوص اللي نزل من اللحم. تمام. بنزل عليها بعد كده بالبصل المقطعاه مكعبات ناعمه، واديها تقليبتين لان انا عايزه طعم البصل الريحه بتاعته تظهر، وفي نفس الوقت مش هحمره، انا بس مجرد ما ريحته تظهر معايا. هبدا بنزل بعد كده بفص صغنطط قوي توم. مش حابه تحطي توم براحتك، لكن بيديها نفس كده بسيط. ورقتين لورا، وننزل بقى بالتوابل حبهان بودر وحوالي 3 طماطمات وسط كده مبشورين، واقلب اقلب علشان انا عايزه ريحه التوابل تطلع معايا. حابه تنزلي فلفل اسمر يا سلام، في الوقت ده بيكون تحفه جدا. تمام. الريحه تطلع كده ويبقى الطعم متاسس معانا. تاخدي طعم طاجن عالمي عالمي الحقيقه. بشره صغنطوطه كده من جوز الطيب، يا سلام. مفيش احلى من كده. كده خلاص خلصنا تشويحه وقسنا الطعم. ننزل بعد كده باللحمه اللي كنا شلناها حالا، ويبدأ بقى كده نأسسهم وياخدوا من طعم بعض، التوابل مع الطماطمايه المبشورة مع الصلصة مع البصل واللحمة، كله كده طعمه يتجانس وياخد من طعم بعض. ببدأ في الوقت ده بعد ما اشوحهم كويس انزل عليهم بشوية من المية المغلية. انا مش محتاجة انزل مية مغلية كتير، انا بس عايزة يدوبك كده حاجة بسيطة، ونغطي عليهم وكل شوية نشيل الغطا ونبدأ نقلب. بعد ما غطينا الحله كويس واخدت سوا كده، ابدا كل شويه اقلب اللحمه، لو محتاجه ميه ازودها ميه كمان. تمام. كده خلاص دخلت معايا في السوا، تقريبا وصلت ل 80% من السوا. ببدا بعد كده اجيب كيس بودر ديمجلاس، بدوبه بحوالي نص كوبايه ميه. نص كوبايه ميه، وببدا انزل عليه بودر الديمجلاس واقلبه كويس جدا جدا جدا، علشان بيبقى فيه زي بودر كده بسيط. اتاكد ان هو داب كل حاجه فيه، وبمصفى وببدا اصفي بودر الديمجلاس ده على اللحمه. صدقوني بينقل الطاجن لحته تانية، بجد بيبقى طعم وهم جدا. الطاجن ده حاجة كده خرافة، تقدري تستخدميه كطبق يومي في غدا أو في طبق جانبي في عزومات، صدقيني هيشرفك جدا. مجرد ما ياخد غلوة معانا هنبدأ ننزل بالفريك. طبعا احنا ما نقعناش الفريك بمية كتير، يا دوبك هو كل الحكاية نص ساعة مش أكتر من كده. تمام. ببدأ أنزل بالفريك على اللحمة والصوص.
يا دوبك بس غلوه واحده واطفي على طول. وعلى طول بكون مجهزه الطاجن، طبعا الفرن ساخن معانا مسبق. ببدا انزل بكل كميه الفريك في الطاجن، بس بظبط الدنيا كده وبقلبه بحيث يبقى شكله كده لطيف، وبغطيه بورق فويل. يكون الفرن ساخن على درجة حرارة عالية 200. يدوبك بس كده 10 دقايق وهدي عليه الحرارة ل 180. في آخر 10 دقايق اديله لون حلو من الشواية، وبس كده خلاص بيكون الطاجن جاهز معانا. جماعة طاجن الفريك ده طعمه